جريمه تانيس اللي هي صارت عليها مش اللي هي الجانب الفرنسي دفع وسائل الاعلام التونسيه باش يعملوا شوشره، وانا شوشره ما تقلقناش. احنا نخدموا في بلادنا، احنا ملاكه ماناش كراي، فهمتني؟ نذكروا وسائل الاعلام هذيا ونذكروا الجانب الفرنسي اللي احنا ملاكه في تونس ماناش كراي. اي هم مرحبا بهم، اللي يجينا كصديق مرحبا به، اما اللي يجي يحب يعمل مشاكل ما نخليوش، فهمتني؟ بريف الجريمه اللي معناها اللي صارت المدانه، الجريمه معناها جريمه غير مدانه تبقى. احنا يهمنا كتوانسه معناها احنا صورتنا قاعده ماشيه ويطيحونا في صورتنا معناها في القاعه، وضربه ضربتين وعمليه ارهابيه معناها حاطين فيه واحد تونسي، دونك يوجعنا احنا باش يكون واحد تونسي. ماذا بينا نلوجوا يا اخي عملها تونسي بالحق ولا اذا كان عملها شكون هزوا لعبوا به جابوه ودزوه باش عملوا عمليه ولا شكون ولا جهات داخليه هنا في تونس معناها خلينا نعرفوا نحبوا نعرف. كي صارت العمليه وكل جمهوريه خرج عمل تصريح، هو قاضي يعرف القانون، عمل تصريح. شو يقول التصريح هذا كما ترى شمانه؟ هذا سكريبت الفرنسي نتاع التصريح نتاعو، كتبوه موتامون وكتبوه كلمه. يقول اللي السيد هذا مشى جا الصباح حوالي 6:47 دقيقه دخل للتواليت نتاع لاكار، هندم روحه وخرج منها 8:13 دقيقه، مشى 400 متر دخل للكنيسيه وقعد حوالي 30 دقيقه وخرج. هذا اللي صار. لكن فما حاجه تجلب الانتباه انا اشرت عليها بالازرق. شو يقول une équipe de 4 policiers municipaux intervient، من 4 وحدات امنيه، من 4 عوان امنيه يدخلوا، ils entrent dans les lieux par le côté gauche. 4 عوان دخلوا من الجانب من الكنيسيه من الباب الجانبي. علاش الباب الجانبي؟ الباب الجانبي كما ترى شمانا احنا هنا معناها عندنا الصوره نتاع الكنيسيه هذه. صوره الكنيسيه فيها باب رئيسي كبير، هما 3 بوابات. علاش هاي تشوف فيها علاش ما دخلوش من الباب الرئيسي العوان تاع الامن؟ باهي يا سيدي فما 2 بوابات، باب رئيسي وباب جانبي، المفروض يقسموا روحهم على 2، عنصر يدخل من الباب الرئيسي وعنصر يدخل من الباب الجانبي. هما ال4 دخلوا من الباب الجانبي. هذه اول نقطه استفهام. هنا في هذه الصوره نتاع الكنيسه اللي صارت فيها العمليه، هذه صوره جانبيه نتاع معناها جانبيه منين جاوا الوحدات الامنيه، خلاو الباب الرئيسي مشاو الباب اللي على الجنب. وهنا غريبه انت تمشي على الباب الجنب ينجم يهرب لكم باب رئيسي، معناها فما غرابه. هذا الكنيسيه من داخل فما ممشى في الداخل وكراسي على اليمين وعلى اليسار، معناها تشوف فيها معناها مش كبيره برشا. معناها اللي يدخل كيف يعمل عمليه مش يعمل عمليه خاطفه ولا عمليه نتاع الطعن، تكون عمليه خاطفه بضع ثواني بضع دقائق. معناها سيد قعد 30 دقيقه، غريبه. ثم ما اختارش الوقت اللي فيه برشا ناس. صباح بكري 8 تاع الصباح شكون باش يمشي الكنيسيه كيما احنا صلاه الجمعه، والناس تمشي معناها بعد شويه الوقت، معناها يشوفوا امورهم بعد يمشيوا بعد. ولا صلاه الصبح نتاعنا مشيوش برشا ناس، فهمتني؟ معناها كي تدخل انت في كنيسيه تلقى 2-3 من الناس، ايش معناها وشنو هي معناها لافونتاج اللي عملته؟ وانت تدخل باش تعمل العمليه الارهابيه راكم عندك معلومات ومعطيات محسوبه. انا تدخل 8 تاع الصباح ولا 8 تاع الصباح شكون باش تلقى؟ تقزم الناس، تقزم الناس، فهمت كيفاه؟ حيث هما غرابه في اختيار الوقت. معناها هما معناها اللي عمل العمليه ما حسوش برشا ناس يكونوا شهاد، ما حسوش برشا ناس ربما يموتوا، خاطر ربما فما ناس ربما ما تموتش ويشهدوا شكون قتل. عمليه اختيار التوقيت غريب برشا، معناها توقيت غريب. نمشيو للتصريح نتاع كل جمهوريه. كل جمهوريه قاضي يعرف القانون. شو يقول ال4 من الناس هذوما تقدموا، يزونتر على ال4 بوليسي يزونتر دون لي ليو بار لو كوتي غوش اللي هو في غرابه. شنو كوتي غوش؟ شنو الغرابه اللي فيه؟ معناها المفروض يدخلوا منا ومنا، ما تدخلش من جهه واحده، تدخل منا يهرب لكم غادي. معناها المفروض يسكروا، معناها يقسموا روحهم زوز. باهي يقول يزونتر دون لي ليو بار لو كوتي غوش، s'avance dans un couloir puis font face à l'assaillant. يقدموا يلقاوه il était d'un air menaçant. معناها السيد هذا في حاله تهديد. باش تهديد؟ شو يقول il avançait، هو حاب يخرج vers les forces de l'ordre en disant الله اكبر. فهمتني؟ وتعرف الانسان كي يعرف روحه باش يموت يشاهد معناها اشهد ان لا اله الا الله. دونك الشهاده هما بالنسبه لهم تهديد. ما قالش اللي هو في يده سكينه، لا مهم برشا. ما قالش اللي هو في يده سكينه، ما قالش معناها il avait dans la main un couteau. هذا قاضي. اي مهم رد بالك القاضي ما ورطش روحه كيفاش يعمل ندوه صحفيه، ما يورطش روحه. ما يقولش حاجه اللي ما صارتش، وعنده محاضر نتاع السماع نتاع العوان
مالاش السيد ما عندوش سكينه، مالك علاش يضربوا فيه بالكرتوش؟ انت استعملت ضده الالكتروشوك بالخيط في ديشارج 30000 فولت، معناها من تضرب تاعي يسك في القاع تضربه برا 14 طليقه، ما كانش عنده سلاح ناري قداش تضربه بصاروخ، فهمت كيفاه؟ يعني بحيث النقطه اللي نحب نقف عليها انا باش الساده المشاهدين يفهموها، اللي كل جمهوريه يصرح ما قالش في يده سكينه، ما قالش في يده رم بلانش. هذه نقطه ارتكاز نحبوا يجاوبون عليها، نحبوا احنا التصريح او السماع نتاع البوليسيه اللي صار يقولوا لنا في يده سكينه، وخلي يخرجوا كل جمهوريه يقول ايه لا في يده سكينه، هو ما قالش انا في يده سكينه. هذه اول نقطه. النقطه الثانيه اللي توا الصوره باش نوريها لكم، باهي الصوره اللي باش نوريها لكم توا هي توري معناها توري بالكشف اللي في فرنسا، معناها بدايه من فيفري 2019 فما تقارير صارت فيما يتعلق بالرقابه نتاع الكنائس، رقابه الكنائس معناها بطريقه الكترونيه. دونك فما دي كاميرا في الكنائس كل، وهذا تقرير من التقارير في لو باريزيان، هذه وسيله اعلام فرنسيه لو باريزيان. شنو العنوان؟ فيديو سيرفيونس دون لي زيغليز سي اكسبتي بار تو الموند. انا صحيح راهو تم التقبل تاعها. وقتاش تعمل التقرير هذا؟ التقرير هذا تعمل 15 فيفري 2019، عنده عامين غير شهرين. شو يقول التقرير؟ يقول راهو تم تعميم لي كاميرا وتم قبولهم خاطر صارت تجاوزات. هنا دون سو ليو دو كولت érigé en 1910. Bon, les caméras ont fait leur apparition il y a une dizaine d'années. معناها التقرير هو في فيفري 2019 يحكي على بداية انطلاق تعميم الكاميرا عنده 10 سنوات. في وسط 10 سنوات في وسط في وسط الكنائس. بون إذا كان فما عنده 10 سنين ايش معناها؟ معناها انت كي تنحي 10 سنين من 2019 شنو ولي؟ من 2009. معناها من 2009 والكاميراوات موجوده. هنا الصوره نتاع كاميرا نتاع سيرفيونس في كنيسه. دونك كي تشوف انت الارتيكل وتشوف السيد معناها رجل دين في وسط الكنيسه حاطط قدامه الاكران، وفما معناها المختلف الكاميراوات قاعدين في الاكران قاعدين يشوف فيديو سيرفيونس في وسط الكنائس. يراقب. انا شنو المطلوب من الجهات الرسميه نتاع التونسيه؟ خلي معناها يطلبوا الجهات الفرنسيه يقولوا لهم ما فماش كاميرا في الكنيسه هذه، يا سيدي قولوا لنا ما فماش كاميرا، وانا تو نجيب لكم معناها ما يفيد العكس. خاطر كيف تعمل انت كاميرا فما مارشي يتعامل مع الشركات، والمارشي فيه دي دوفي وفيه معناها في ماتريال شراء ومعناها ما يصير مع اجهزه تاع الدوله. خلي يقولوا لنا ما فماش كاميرا، والا باش يقولوا فما كاميرا خلي يقولوا لنا فاسدين يا سيدي، اعطينا مثال تقول لنا فاسدين. دونك فما زوج نقاط ارتكاز. الاولانيه وكل جمهوريه يخرج يقول لنا اللي سيد في يده سلاح وقت اللي صارت العمليه، ما يقولش هو تقدم للعوان ويشاهد، لا يقول لنا في يده سلاح، في يده سلاح ولا حسب المحاضر نتاع العوان يقول لنا في يده سلاح ولا. هذا مش موجود في التصريح نتاع وكيل الجمهوريه. ثم يقولوا لنا الكنيسه فيها دي كاميرا ولا. اعطيني زوج نقاط هذه ومرحبا. احنا قلنا العمليه ندينوها سواء عملها تونسي بالحق ولا عملها واحد اخر باسم التونسي، في زوج الحالات احنا مدان. فهمت كيفاش؟ معناها يرقة الدماء ما نحبوش، سواء هي ولا القتل. معناها العمليه سبقتها نتاع الشيشاني اللي ذبح على فكره. عمليه تاع ذبح معناها قطع الراس عمليه شنيعه. تعرفش شكون مختص في العالم في قطع الروس؟ الاحتلال الفرنسي. الفرنسيس. يعني ثم صور لانه الفرنسيس في بلادهم هما لي شامبيون في قصان الروس. ديجا الملك نتاعهم والملك نتاعها قصوا لهم روسهم. نابليون قبل ما نمشيو من الاحتلال الفرنسي لتونس والجزائر وكذا، نابليون في الحمله نتاعو في مصر فما قريه معناها انتفضت عملت انتفاضه، يكلف اجودان قالوا برا امشي اقتل الرجال وجيب لهنا النساء والاولاد الصغار. مشى قتل الرجال وجاب قريه بعيده برشا وجاب الاولاد. هذا مكتوب في التاريخ، هم كاتبينه مش احنا، هم كاتبينه. جاب النساء والاولاد اشتراهم ماتوا في الثنيه بالخطر مسافه بعيده،
كيف وصلوا ودخلوا للساحه في المدينه، وحاجات جايبين برشا بهايم برشا حمير ومحملين. كيف وصلوا فرغوا الحماله روس نتاع الرجال قتلوا اللي قتلهم كل قسم لهم روسهم. تعرفش قداش من راس نتاع جزائريين تم قصانهم. موجود في متحف الانسان في باريس. اي موجود في متحف الانسان في باريس حتى الان يعني شاهد عيان يعني جماجم رؤوس المقاومين الجزائريين ضد الاحتلال الفرنسي. تعرفش قداش من جمجمه تقريبا؟ آلاف تقريبا. 18,000 راس تقريبا قصوا، فهمتني؟ تم ارجاع منها مؤخرا للجزائر تقريبا بضع عشرات فقط. قرابه 24 رجعوا قرابه 24 معناها العمليه نتاع الاغتيال نتاع قصان الراس كانت سيستماتيك من طرف المؤسسات العسكريه، كانوا يقصوا الروس نتاع اولاد صغار ونساء وبنات بدون تحديد جنس وتحديد عمر، ويحطوهم على دي بيك باش يخوفوا الناس، فهمتني؟ عام سنه 2010 المجلس النواب الفرنسي صادق على ارجاع الرؤوس المقصوصه الى زيلندا الجديده، نوفيل زيلاند، رجع لهم الرؤوس نتاعها. قاموا جماعه جزائريين عملوا مطالب باش يرجعوا، تو ما عملوا قانون. قطع الرؤوس مش جديد على فرنسا. لا مش جديد، هو السياسه الخارجيه لفرنسا. انت هنا وما هنا يخصوا في الروس. انت ماري لوبين، جون ماري لوبين، معناها رئيس الحزب المتطرف اليميني المتطرف اللي بنته توا شد الحزب، هو هذاك كان في المؤسسه العسكريه الفرنسيه وقت اللي كانت محتله الجزائر، وهو بده يحكي كيفاش يلعبوا في الكره بالروس نتاع الجزائريين، وكيف بعد يخصوهم يلعبوا بهم في الكره. يلعبوا في الكره يعني قمه في الارهاب وجرائم ضد قمه في قله الحياه. اللي يحبوا تو يلصقونا العمليات الارهابيه اللي نحن كاحنا كتوانسه وكعرب وكمسلمين، فهمتني؟ فهمتني؟ حيث احنا ما عندناش حاجه نخجلوا منها. بالطبيعه يعني مشكوك في هذه الروايات الكل الفرنسيه فيما يخص العمليات اللي انا شو نقول؟ اعطيونا الدليل، ما نقولكش مشكوك يا سيدي، قتل مرحبا، قتل متهمين، اعطيني انا وكيل جمهوريه خلي يقول السيد هذا السكينه ساعه، خاطر رد بالك، خاطر هما يعرفوا نجم واحد بعد مده يخرج يقول لا مش صحيح، كما الجزائري اللي وقفوه معناها، والشخص اللي وقفه وحطوا الورقه خرج قال لا انا مش صحيح وترصدت معناها الدوله وترصدت في تعويضات وكذا. خلي يقولوا لنا اللي هو السيد هز السكينه ساعه ولا حاجه. اثنين خلي يقولوا لنا وين التصوير، انا نعرف فيهم دي كاميرا يعطيونا التصوير وين، فهمتني؟